نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي مكرر. أهلا وسهلا بكل الأهلاوية. ما تنساش تعمل لايك واكسبلور وكمان متابعة علشان يوصل لغيرك. المباراة اللي هتتلعب يوم السبت إن شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وبحضور أكتر من 34 ألف متفرج تونسي لهذه المباراة. النادي الأهلي بيدخل مباراة هي مباراة قياسية، مباراة الموسم للمرة الخامسة تواليا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في رقم لم يحققه أي فريق في أي دوريات العالم. إنه بابا الشغلانة يا سادة، النادي الأهلي. المباراة إن شاء الله لا تذاع على قنوات بي إن سبورت الرياضية بإذن الله. النقل الحصري البطولة زي ما كلكم عارفين ومتابعين، لكن إن شاء الله بإذن الله هناك قنوات مجانية هتذيع المباراة، لكن مش على قمر النايل سات، وموجودة على الأقمار الأخرى بإذن الله. لكن إحنا إن شاء الله هنزعلكم على قناتنا على اليوتيوب. ما تنساش تشترك في القناة، اللينك هتلاقيه في البايو تحت صورتنا. المباراة هي مباراة الموسم، مباراة إمام عاشور نجم النادي الأهلي وأفضل لعيبة الدوري المصري بكل تأكيد في الفترة الأخيرة. هل يا ترى إمام عاشور يحقق اللقب الأول لهذه البطولة مع النادي الأهلي، أم للترجي رأي آخر؟ إن شاء الله توفيق للقلعة الحمراء. المباراة هي مباراة أيضا مصيرية لكولر بعد موسم تعب شديد جدا. كولر على رقم قياسي جديد مع النادي الأهلي. من المنتظر أيضا النادي الأهلي بيدخل بالقوة الضربة ليه في هذه المباراة، لكن المباراة صعبة. اكتب لنا في كومنت وقول لنا توقعك بنتيجة المباراة النادي الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مستني تعليقاتكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.